ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده جايب فكره فيديو جامد. بصوا بقى يا جدعان، قبل ما نبدا فكره الفيديو بتاع النهارده انا عايز اشكركم جدا اننا الحمد لله وصلنا الجزء الثاني، 42 لايك او 45 لايك. طبعا الكومنتات بتاعتكم جميله، طبعا هنقراها برده في فيديو النهارده زي الفيديو اللي فات. واول كومنت معانا النهارده يا جدعان من ايمن عبد وعاش. والله يا مالك مترقبين الجزء الثاني. والله يا ايمن انت على راسي، باذن الله القصه كلها تعجبك. وتاني كومنت معانا النهارده يا جدعان من ابراهيم الجمل، بيقول خير نزلت فيديوهات كتير، 3 فيديوهات في 9 ايام، عاش يا نجم مصر. حبيبي يا هيما اقسم بالله. وتالت كومنت معانا النهارده يا جدعان من محمد باسم، بيقول ايه العظمه دي يا فنان. وطبعا ظبطني شويه كومنتات كده. طبعا ابراهيم الجمل برده يا جدعان عامل لي قلوب وعامل لي كومنتات كتير. قسما بالله يا جدعان انا مش عارف اقول لكم ايه، حبايب قلب اقسم بالله. فالمهم يا جدعان مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، عايزين نبدا في الجزء الثالث من قصه الحريف. فقبل ما نبدا الجزء الثالث من قصه الحريف ما تنساش اللايك جميل، برده ما تنساش السبسكرايب بتاعك في قناه اليوتيوب، برده ما تنساش الفولو بتاعك على الانستجرام. ويلا بينا يا جدعان نبدا قصه الحريف في الجزء الثالث. جدعان لف اللفه الاولى والثانيه والثالثه ويشوط الكره في الحيطه، وجي يا جدعان عند اللفه الرابعه ولسه جاي يشوط الكوره. هو بيشوط الكرة في الحيطة يا جدعان، اخوه سمع الصوت. هو كان نايم وسمع صوت خبطة كده فوق على السطح، فقام من على السرير يا جدعان عشان يشوف في ايه، وقام طالع فوق السطح. وصل عند السطح يا جدعان، لقى اخوه سيف عامل الكوينزات بتاع الغلابه دي وعمال يلف حوالين الكوينزات ويقول شويه الكوره في الحيط. فمروان اول ما شافه قال له بتعمل ايه يا سيف؟ سيف رد عليه وقال له ما تتكلمش معايا يا مروان، انا سحلان منك. مروان رد عليه وقال له وسحلان مني ليه يا سيف؟ عشان امبارح لما قلت لك عاوز اجي العب معاك وانت ما رضيتش. انا خايف عليك يا مروان، افرض يعني واحنا بنلعب حد من العيال قام خبطك خبطه في اللعب، هتتعور، لما تكبر شويه هاخدك تلعب معاه. سيف رد عليه وقال له يعني لما اكبر هتاخدني العب معاك ولا بتضحك عليا؟ لا مش هضحك عليك، بس اهم حاجه ما تسحلش مني تاني. سيف رد عليه وقال له ماشي يا مروان مش هسحل تاني. بعد ما خلصوا يا جدعان الكلام، مروان قام قايل لسيف قوم يلا وريني كنت بتلعب ازاي على الكوينزات اللي انت عاملها دي. سيف قال له ماشي يا مروان اتفرج بقى واتعلم. مروان قال له ماشي يا حريف. سيف يا جدعان قام ماسك الكوره وفضل يلف حوالين الكوينزات. فمروان اول ما شاف سيف يا جدعان عمال يلف حوالين الكوينزات بالكوره كده اكن الكوره لازقه في رجله زي اللبانه، قال له يا ابن اللعيبه ده انت حريف بجد بقى. سيف سمعه وقام قايل له قلت لك يا مروان اني حريف. مروان رد عليه وقال له طالما انت حريف كده ما تيجي نلعب تغزيل. سيف رد عليه وقال له ايه تغسيل دي يا مروان؟ مروان ضحك كده يا جدعان وقال له تغسيل ايه يا سيف؟ تغزيل يعني مهارات، اعديك تعديني كده يعني. سيف قال له ماشي يلا بينا. سيف قام واخد الكوره يا جدعان ومستني مروان يخش عليه يقطع الكوره. فيا جدعان مروان داخل على سيف عشان يقطع الكوره، قام سيف قام مديله حته كوبري. بسم الله عليك. مروان وقف كده يا جدعان مصدوم وقام قايل له يا ابن اللعيبه ده انت حريف بجد بقى. فبعد الكوبري ده يا جدعان سيف قعد يضحك على مروان وكان سايب الكوره وميت على نفسه ضحك. فكان سايب الكوره يا جدعان. مروان قام واخد الكوره وقال له تعالى يلا يا سيف خش اقطع الكوره. سيف بطل ضحك يا جدعان وقايم داخل على مروان عشان يقطع الكوره. وفعلا يا جدعان سيف قام قاطعها من مروان. مروان يا جدعان بعد ما الكوره اتقطعت منه اتفاجئ كده وقام قايل لسيف ايه يا ابن ده مهاري ومدافع كمان؟ ده ايه الحلويات دي كلها يا جدعان؟ اخويا ميكس ما بين راموس وكريستيانو ولا ايه؟ مروان قام سايب الكوره وقام واخد سيف قال له تعالى يا ابني ايه الحلويات دي كلها؟ ربنا يبارك فيك يا ابني والله. سيف مبسوط كده وقال له اخيرا يا مروان عرفت اني لعيب كده هتاخدني العب معاك صح؟ مروان رد عليه وقال له انت لعيب صحيح، ما ينفعش يا سيف برضه تيجي تلعب معانا عشان انت عارف ان اصحابي تران بيلعبوا في الملعب، بالذات توفيق صاحبنا وانت اكيد عارف. سيف رد عليه وقال له اه يا عم عارفه ده جاموسه بتلعب. مروان ضحك كده يا جدعان وقال له شفت بقى مش عاوز اخدك معايا ليه؟ سيف رد عليه وقال له اه عشان الجاموسه دي ما تنطحنيش. مروان فضل يضحك على سيف يا جدعان وقام قايل له والله يا سيف انت عيل مسخره. وفضلوا يضحكوا شويه وكده، وبعد ما خلصوا ضحك ونازلين على السلم، وفجاه وهم نازلين